لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1272 لوانا كاين تفسير القرآن في رزبيم وخزمتان بمن بس رزامة رب العالمين وهي دار أوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. بەڵێ بەڕێزانەوە لەوانەی ڕابردووش لە خزمەت ئەو ئاتی پیرۆزە دابووین کەوا لە ضمنی لێکدانەوەی یوسف عەلەیهی سەلام بۆ خەونەکەی پادشا کاتێکەوە خەونێک دەبینی ئیتر کەس نازانێ ئەو خەونی لێک بداتەوە دەبیتە مای ئەوەی کەوا ئەو گەنجەش کە لەگەڵ یوسف بوو لە سن دەرچوو بوو یوسفی لەبیر چوو بوو لێکدانەوەی ئەو خەونە یوسفی بەبیر دێنیتەوە ئیتر دەستەوە لای یوسف بە ئیزنی مەلیک لێ دەگەڕێن بستە لای یوسف لە سجن خەونی مەلیکەکەی لۆ دەژێرتەوە یوسفیش عەلەیهی سەڵات وسەلام خەونەکەی لۆ لێک دەداتەوە عیلاجیشیان لۆ دادەنێ کەوەکو لە ئاتکان پێشتر باس کرا کەوە 7 ساڵیان لە پێشە هەبوونیەکی زۆر و بارانێکی باش دێ خێروبێرێکی زۆر دەبی ئیتر ڕێنمونی کردن کەوە لەو 7 ساڵە ئەوەی پێویستیان تەنها ئەوەندەی بخۆن ئەوی دیکە لە ناو گوڵەکەی خۆی گەرمەکەی هەڵبگرن و خەزنی بکەن لە دوای ئەوە 7 ساڵی وشکە ساڵیان لە پێشە ئەوەی کە خەزنیان کرد بوو لە 7 ساڵی ڕابردوو هەمووی دەخۆن تەنها ئەوە دەبینێتەوە ئەوەندە کەوا تۆی پێ بکەن لە پاشی ئەو 14 ساڵە ئەو جا ساڵێکیان لە پێشە کەوا فیه یوغاث الناس خوای گەورە بەهانای خەڵکی دێ بۆی کەوا بارانێکی باشیان لۆ دەباری وەکو ئیبن جەریر دەڵێ وهذا خبر من يوسف عليه السلام للقوم عما لم يكن في رؤيا ملكهم. خەونەکەی پادشا بەس بە 14 ساڵەکەی تێدایە کەوا 7 ساڵی هەبوونی و لە دوایەوە 7 ساڵ وشکە ساڵی بەڵام ئەوەی ئەخیری کەوا باس دەکە یوسف عەلەیهی سەڵات وسەلام ئەوە هەواڵێکە یوسف پێیان دەدا لە ضمنی خەونەکەی پادشاکەی نەهاتیە ئەدی کوزانی ولكنه من علم الغيب الذي آتاه الله والكو يك لو غيباني كخواي يقولوا كشف كذبوا دلالة على نبوته كوا يك لبلغ كان سر پیغمبراتيكي وهروها وحجة على صدقه حجة وبلغه لسر رازقويكي ابن عطية دلي ويحتمل هذا ألا يكون غيبا احتمال غيب نبي أوشتا بل علم العبارة بل علم العبارة أعطى انقطاع الجدب بعد 7 بلكو أو علمي كبيغوت علمي ليقدانوا كما دام 7 سال بابن 7 سالي باسي أو إذا كوا 7 سالي تاك لبيشان هبون باشا 7 سالي وشك سالي يتلوي وتيدقا يوسف عليه الصلاة والسلام كوا وش علمي كعلمي ليقدانوا كما دام نبونو وشك سالي ك7 سالك كواتل دوايبي صالة هادة ومعلوم أنه لا يقطع إلا خصب شاف كواتا مادام خواي قول باس كر يعني عفوا لخونكي خواي قول هاي نشان ده 7 صالي نبونية 7 صالي وشكا صالية كواتا لدوايوي ديارة صاليك دي كوا صالة هبونة أو 7 صالية كوتاي بيدي سعدي دلي ولعل استدلاله على وجود هذا العامل خصبي مع أنه غير مصرح به في رؤيا الملك ئەوش لەوانەیە لێکدان کاتێکەوە باز لەو ساڵە هەبووە دەکە کە ساڵی 15مینە لە دوای ئەو 14 ساڵێکەوە لە خەونەکەیدا دیارە لەگەڵ ئەوش لە خەونەکەیدا باسی ئەو ساڵەی نەکرایە لأنه فهم من التقدير ب7 الشداد لەبەرەوەی ئەووا تێدەگا کاتێکەوە 7 ساڵی توندی و نەبوونی باس کرای لە خەونەکە أن العام الذي يليها يزول به شدتها ئەو ساڵێکەوە لە دوای 7 ساڵ نەبوونیەکە دێ شدەتەکەی پێ لە ناو دەچی
ومن المعلوم أنه لا يزول الجدب المستمر 7 سنين متواليات إلا بعام خصب جدا. ومعلوم شد لحف صالي وشك صالي بوي كوتاي بيدي بوي كوا صالي زور هاتو ببيتو بركتي لدوادابه وإلا لما كان للتقدير فائدة. أقرنا ما دام حف صال تقدير كلا حف صال ديارة صالي دواتري صالك كوا فعلا كوتاي بو نبون يديه. بلى فيه يغاث الناس وفيه يعصرون كواتلدواي أو حف صال نبونية أو جا صالك دي كوا خواي قور بهنان دي بباران شتساك وفيه يعصرون أو في ذلك العام يعصر الناس الأعناب والدهن وغير ذلك. لو صالدا لصالها بوكا خلشي أو جا عصير دروز دكا عصير وتشربت دروز دكا لا لتريو وهروها لقشيني هرمي ويشي ديكا كوابياني لبرو صالي هات بسريان داده. أبي سعود دلي أحكام هذه العام المبارك ليست مستنبطة من رؤيا الملك، أحكام كاني أو صالي كوالدواي أو حفصال نبونية دلي مستنبطة ليست مستنبطة من رؤيا الملك. راستي هلين يوسف عليه الصلاة والسلام هرينه ينزا لا خونكي باتشاك وإنما تلقاه عليه السلام من جهة الوحي على أحد القولين. بلكو للان وحي وخواي قوله بيراغان وكيق لليقدان وكان أو هابو فبشرهم بها بعدما أول الرؤيا بما أول كواتا بوشيوي مجدان بيدا لدواي ليقدانوي خونكيان وأمرهم بالتدبير اللائق في شأنه وهروها فالوانيا بيدك كوهر سكود بكن كوالائق كوهر سكود بكن لو صالدا إبانة لعلو كعبه ورسوخ قدمه في الفضل كواتا كاتك ورينمونيش عندك أو بلغيل سأويكوا أو كسكاسيكا براستي علمي شتساتي بيو شأني شي برزي هي فضل شتساتي فضل شي قوري بي بخشر لان خواهي قورا وأنه محيط بما لم يخطر ببال أحد شتيشي وادا زين لان خواهي قور بي بخشر كوا بخيالي كازداناي فضلا عما يرى صورته في المنام على نحو قوله لصاحبيه عند استفتاء في منامهما لا يأتيكم الطعام ترزقان إلا نباتكم كواتا براستي أو كسك فضلي في بخشرا وكل ليقدانوي خونكي أو دو كسي كوالي قليب لسزنيش لوين دريش بيان دلتن أمن كوا بيش أو إخوارتان لو بيتان دليم تستان لبوديك أو كاتيش ليقدانوي وآتا وباس ما كر كوا هندق لزانة أو هاي ليقدانو كواتا وش بشيك بو لو وحيي كوا خوايقو لغيب لبوي كشف كربو إتر لبوي كوا فضلو قوري أو كسا لنيو دور بركي بديار بكوي وإتماما للنعمة عليه توكل نعمة خوال سري حيث لم يشاركوا عليه السلام في العلم بوقوعها أحد كواتا كسي غيري بي نيدا زاني أو هبو الشوية ليك بدات أو علمي بينبو أجر ليك دانوي خونكش يام بزاني بلام أو خون أو صالي أخيري كوا باز دكات ندوى حفصالكي أوان هر ندزاني يتر براستي وهموي بلغي لسر پیغمبراتي يوسف عليه الصلاة والسلام وهر لسر فضل قوري أو كسا تاوكو خدش دور بري قناعتي بيبين يتر بو شوي خونكي على ليك داتوا وبو شويش رينمونيان دكاتن كواتسيب كان لدواي أوه باشوي كوا بيرا دقين دريتو ملك بو شوي كوا يوسف لوان ليك داتوا عليه الصلاة والسلام وقال الملك ائتوني به كواتا باتشاكا كاتكوا خونكي بابن الليك درا ولا لا يوسف بيرا جاندرا أو دليتن أخرج الذي عبر الرؤيا هذه من السجن وأحضروه إلي يوسف دربين السجن كخوني من الليك دايتوا بهن اللولاي خوم أو كاتا قدر قيمته قوري يوسف لا أو ملكة بديار دكوي دربين لسجن بهن لا خوم رازي دلي يدل على فضيلة العلم براستي ليرة فضيلة وقوري علم بديار دكوي فإنه سبحانه جعل علم يوسف عليه السلام سببا لخلاصه من المحنة الدنيوية تمشارك أو علم يوسف عليه الصلاة والسلام كوا علم اليقدانوي خونة ديكات السببك لو أوي كوا لمحنتنا خوشي دنيا نزات بدك سزنبو فكيف لا يكون العلم سببا للخلاص من المحن الأخروية تمشارك
ئەو علمەکەەوە علم لێکدانەوەی خەونە دەبیتە سەبەبێک لە بۆ دەرچوونی یوسف لە میحنەتی دنیاە دەیکوو خوای گەورە علمێک ئەو علمە یاخود علمی شەرعی بەگشتی کەوا نەفعی لە بۆ خەڵکی هێنای کاتە سەبەب لەوەیکەوە لێ میحنەتی ئاخرەت بەندە نەجات بدا. بەڵێ وقال الملك ائتوني به پادشا دەڵێ بڕۆن یوسفم لۆ بینن. فلما جاءه الرسول كواتا فلما جاء يوسف رسول الملك ليخرجه من السجن كاتكوا نێردەی پادشاکە دەچیتە سەجن تاوەکو یوسف دەربینیتن و پێی دەڵێکەوە پادشا گوتی لە دەربچە و بیهنە لای من. یوسف چ دەفەرمی؟ قال ارجع إلى ربك. یوسف پێی دەڵێ بگەڕەوە لای گەورەکەی خۆت کەوا مەلیکەکەیە. فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. بڕۆ لای گەورەکەی خۆت پرسیاری لێ بکە بڵێ یوسف دەڵێ ما شأن النساء اللاتي قطعن أيديهن. بڵێ ئایا یوسف دەڵێ ئادەبی ئەتوو چیت پێبی دەربارەی ئەو ئافرەتانەی کە کاتی خۆی لە مەجلیسەکەدا دەستی خۆیان بڕی. مەبەستی ئەوەیە لیعلم صحة براءتي. مەبەستی ئەوەی کەوا تاوەکو پادشا بزانێ ئەم بەریئم ئەو چەند ساڵە بەغەدر ئەم لە سزن کرایمە. پێی بڵێ ئایا چی دەزانین دەربارەی ئەو ئافرەتانی کەوا دەستی خۆیان بڕی لە مەجلیسەکە. لە حەدیثێکدا کە بوخاری مسلم ڕواتی کردە ئەبی هوڕەیرە دەجێڕێت خوای لێ ڕازی بی دەفەرمێ پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمووی لو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. ئەگەر لە سجن بام هەندی ئەو مدە دوور و درێژێکەوە یوسف لە سجنە کاتێکەوە نێردەی پادشا دەهات لەگەڵی دەردەچووم نەمدەگۆ بڕۆ پرسیار لە مەلیکەکە بەو شێوەیە پرسیار بکە بزان داخوا خەبەری ئەو ئافرەتانە چیەکەوە دەست خۆیان بڕی. ئیبن حەجەر دەڵێ کاتێکەوە پێیان سەڵسەم دەفەرمی ئەگەر ئەمن بام لە جێگای ئەو لە ئەجەبت الداعی يعني لأسرعت الإجابة في الخروج من السجن. ئەمن ئەگەر لە جێوی بام بەپەلە دەردەچووم لە سجن لەگەڵ ئەوەی کەوا پێم دەڵێن فەرموو ولما طلبت طلب البراءة. نەدەمامەوە تاوەکو دیسان پەیامێک بنێن لۆ مەلیک تاوەکو بەڕائەتم بسەلمێن بەڵکو زوو دەردەچووم. کەواتە لەو حاڵتەی دەفەرمی فوصفه بشدة الصبر حيث لم يبادر بالخروج. کەواتە لێرە دەمەبەست پێیان سەڵسم ئەوەیە وەصفی یوسف دەکا کەوە چەندە ئارامگرە کاتێکەوە دەست پێشخەری ناکا و زوو بچیتە دەرێ وەکو فەرمووی لێ دەکەن. وإنما قاله صلى الله عليه وسلم تواضعا. ئەگەر ئەم لە جێگاوی بام دەردەچووم مەبەستی ئەوەیە شەئنی یوسف و سەبری یوسف بە دیار بێ خێر صلی الله عليه وسلم خۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم سید الصابرین ئەدی لۆ وا دەفەرمی قاله تواضعا وەکو تەواضوعێک تەمەشاکە ئەم بەم لە جیاتیوی دەردەچووم. خۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بەتەئکید شأنی لەناو هەموو پێغەمبەران گەورەترە بەڵام لە بۆی فەزلی یوسف بە دیاربێخی لە بابی تەواضوعەوە دەڵێ ئەم بام لە جیاتیوی دەردەچووم. والتواضع لا يحط مرتبة الكبير. بەڕاستی تەواضع و کەم نواندن لە مەرتەبەی کەسێکی گەورە کەم ناکاتەوە بەل یەزیده رفعة وجلالة. بەڕاستی تەواضع و خۆ بە کەم نیشاندان زیاتر و زیاتر ئەو ئینسان پێی گەورە دەبی. و هەندێکیش دەڵێن وقيل هو من جنس قوله لا تفضلوني على يونس. هەندێک دەڵێن کە پێیان سەڵم لە جێگاش کە عینی باسی یونس دەکا عەلەیهی سەڵات وسەلام دەفەرمی ئەمنی تەفضیل مەکەن لەسەر یونس. کەواتە هەر لەو عین ئەویش هەر لە بابی تەواضوعە ئەمنی تەفضیل مەکەن لەسەر یونس. وقد قيل گوتراش إنه قاله قبل أن يعلم أنه أفضل من الجميع. هەندێک دەڵێن ئەسڵن پێیان سەڵم کەوای پێش ئەوەی کەوا بزانیک لە هەموو پێغەمبەران گەورەترە عەلەیهیمۇ الصلاة والسلام. ئیترەوە لە فتح الباری ابن حەجەر ئەو های باز دەکات. لە ئیکلیلی سیوطی دەڵێ فيه سعي الإنسان في براءة نفسه. کاتێکەوە یوسف عەلەیهی الصلاة والسلام دەرناسی دەستن بەڵکو داوا دەکا پادشا با تەحقیق بکا لەو قەزیەی بزان داخۆ لەو ئافرەتان کاتی خۆی لەو مەجلیسەی دەست خۆیان بڕی. کەواتەوە ئەو ئاتە بەڵگەی لەسەرەوەی ئینسان پێویستە هەوڵ بدا بەڕائەتی خۆی بسەلمێنی لئەلا یتهم بخیانة أو نحوها تاوکو اتهام نەکرێ بۆی کەوا خیانەتی کردی خۆت هاوشێوەی خیانەت خصوصا الأكابر ومن يقتدى بهم بەتایبەتی ئەوانەی کەوە کەسی گەورەن و کەسێن کەوە خەڵکی اقتدام پێ دەکا
پێویستە براءەتی خۆی لە بۆ خەڵکی بسەلمێنی. ابن عاشور دەڵێ فتبرئة العرض من التهم الباطلة مقصد شرعي. بەڕاستی بابرین سەلماندنی بەڕائەتی خۆت لە ناو خەڵکی کەوا ئینسانێکی پاچی کەوا بە باطل بە ناحەق ویستیتیان لە کەداری بکەن کەواتە سەلماندنی بەڕائەتی خۆی هەر کەسێک ئەوە مەقصەدێکی شەرعی کەواتە شەرعەن شتێکی داواکراوە کەوا ئینسان بەڕائەتی خۆی بسەلمێنی. وهروە ابن عاشور دەڵێ هذه حكمة عظيمة تحق بأن يؤتسى بها. کەواتە بەڕاستی ئەو حکمەتێکی گەورەی لێوەردەجێت کەوا ئەسڵ وایە ئینسان اقتدای پێ بکە وهي تطلب المسجون باطلا أن يبقى في السجن حتى تتبين براءته من السبب الذي سجن لأجله. وكوا كسك بباطل بنا حق سزن كرا بالا سن بمنيته حتى وكو بديار دكوي كوا أو سببي كأولى بينا يسزن كرا أو بريئة وهي راجعة إلى التحلي بالصبر حتى يظهر النصر. أوش دقرتلوتي وكو إنسان صابر بي حتى وكو نصر الديو براءتكي بديار دكوي إتشتيتريج باسكرا لا أو أقوال علماء درباري أو حكمتان كوالو آتان وردجيري لبرتوابوني كالدوستين تعالى لواني داهاتو وخزمتي. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.